تخيل معايا كده يا صديقي انك تنتقل لعالم تاني، بتتولد من جديد، ولكن مش ده الغريب. لا، الغريب ان عيلتك اللي اتولدت فيها بيخلفوا طفل جديد. الطفل دوت كمان بيتولد بقوة مرعبة بتصدم الكل، واللي علشان الطفل ده ما ياخدش منه الانظار ويبقى اقوى منه لازم بطلنا يبقى اقوى من كده. ولكن عمل ايه وهيعمل ايه وناوي على ايه؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده يا صديقي. فاذكر الله وصلي على خير خلق الله، وخلينا نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. والان هيا لنرى ماذا حدث وماذا جرى. بتبدأ قصتنا مع بطلنا نينج باي، واللي بيصحى كده من كابوس أهله واخدينه فيه غسيل ومكوى وبيهزقوه على فشله. المعلم بيلاقي نفسه كده بعد ما بيصحى في مكان غير مألوف، واللي بيبقى فاكر إنه سافر عبر الزمن. بيبص نينج جنبه كده فبيلاقي بنت مربوطة، وهنا بقى كده بيحس بصداع قوي. المعلم بيبقى مش فاهم أي حاجة، واللي بيلاقي فجأة كده ذكريات نينج باي الأصلي ظهرت في دماغه. المعلم بيشوف قصة حياته وإنه اتولد من جديد في أراضي تيانيون، واتولد في عصر مليان عباقرة، وعيلة وي المعروف عنهم إنجازاتهم العسكرية المتميزة. وبيعرفنا نينج إنه اتولد من جديد ومستقبله مشرق قدامه. وبعد 3 سنوات اتولد أخوه الأصغر، واللي موهبته الطبيعية طلعت أحسن وطلع عبقري أكبر منه، واللي وقتها بقى نينج اضطر يضاعف تدريباته علشان يبقى أقوى. واللي بعد فترة بيقول الكبار لنينج إن أخوه بيعاني من مرض غريب ومحتاجين نينج يتخلى عن عظمة الأسماء، وإن الإنسان لازم يعمل كل اللي يقدر عليه علشان العيلة، والمفروض هو يبقى فخور بده. واللي من بعدها حياته اتدمرت، وده علشان أخدوا جزء من جسمه علشان أخوه، ومحدش بقى معبره، محدش مهتم بوجوده، ولكن ما عدا شياو صاحبته المقربة، واللي بتيجي تسأل عليه من وقت للتاني. واللي هنا بقى بيسأل نينج نفسه لو اتحول من عبقري الفاشل وده بسبب عيلته. وبيفك نينج شياو كده بعد ما بيرجع لوعيه من ذكريات نينج الاصلي، واللي اول لما بيشيل القماشه من على بق شياو بتحذره ان هم وقعوا في الفخ. ولكن قبل ما يقدر شياو يعمل اي رد فعل بيتفتح عليهم الباب فجاه، واللي بتطلع شن ام نينج، واللي بتقول له انه خيب ظنها مره تانية. وبعدين بقى بتلاحظ وجود شياو جنبه، واللي بتساله عن سبب وجودها، فبتحب واحده من الخدم كده تهدي الامور طبعا، وبتقول لها ده شكله كده عمل علاقه معاها، والحمد لله ان هم وصلوا في الوقت المناسب والا كانت حصلت مصيبه. واللي بتيجي بنت تانية كده اسمها رويان، واللي بتفضل تعيط كده شويه دموع تماسيح، وبتقول لشين كانوا يقدروا يقولوا لها لو نينج مش عايزها بدل الحركات دي. وبيفتكر نينج بقى من الذاكره ان رويان دي كانت معجبه بنينج الاصلي زمان من وهي صغيره، ولكن نينج ما كانش معبرها، واللي شكلهم دلوقتي عايزين يفسخوا الخطوبه. واللي بتفضل شين كده تهزق نينج، وبتقول له ان هم ما يقدروش يفسخوا الخطوبه من عيله ليو، وان هو محتاج يعتذر لخطيبته حالا. فالمعلم نينج بيضحك وبيقول لها ان شكله كده مكتوب عليه يقابل ناس حقيره من كل العوالم. واللي هنا بقى بتساله شين قصدك ايه؟ فالمعلم نينج بيقول لها انه مش فارق معاها ان هي شايفاه خايب ولا كل الكلام الفاضي ده. واللي هنا بقى بيقف الزمن للحظه، واللي بتظهر شاشه كده قدام نينج، واللي بتقول له انه دخل جوه نظام تطوير الملك الشرير، والنظام بيقول له انه هيقدم له شويه هدايا بمناسبه انه لسه جديد، وبيبارك له انه بطل يبقى عبيط، ومكافئته 50,000 نقطه. فالمعلم نينج بيتصدم بالكلام ده، واللي بيبقى مش عارف هي ايه لازمه النقاط دي اساسا. وبيعرفوا النظام ان النقاط دي بتساعده يبقى عنده تقنيات دفاع عن النفس، وشروط انه ياخد النقاط دي انه يتبع اوامر النظام. واللي بيفتح نينج اول هديه جات له كده، واللي بيلاقي سلاله ملك شرير، وبيبارك له النظام وبيقول له ان هي تقنيه مفيش زيها، دي حاجه معجزه. واللي هنا بقى كده بتزيد قوه نينج وهالته بتقوى. وطبعا رويان مصدومه من اللي حصل فجاه ده، فالمعلم نينج بيسالها ايه خايفه، فبتقول له هخاف من ايه يعني، واللي بترفع ايديها كده علشان تضربه بالقلم. ولكن قبل ما تلحق بينزل نينج بقلم على وشها. ايوه يالا اديها، شكلها مش سالكه البت دي بجنيه. واللي هنا بقى كده بتتعصب شين اكتر، وبتقول له يلا اعتذر حالا، لازم يعترف بغلطته يا اما هتتبرى منه ومش هتعوز تشوفه تاني. فالمعلم نينج بيقول لها ان هم عيله ظالمه
اساسا ومش عايز يبقى منهم، وهو اللي هيمشي ويسيبهم. واللي هنا بقى بيكافئ النظام نينج ب100,000 نقطة على شجاعته دي، و50,000 كمان علشان تمرده على امه، و300,000 على انه ساب العيلة. ومش بيبقى نينج مصدق انه بيجيله كل النقاط دي، ده هو قاعد بيعمل حاجات وحشة بس بيفرح جدا من وجود النظام. ولكن بيحذروا النظام برضه وان في غضب من ناحية العيلة، يعني لازم يخلي باله على سلامته الشخصية. وهنا بقى بيفهم نينج ان العيلة مش هتسيب الموضوع يعدي بسهولة كده، وان هو محتاج يلاقي مكان كويس ويتدرب الاول قبل اي حاجة. واللي بعد كده بقى بيستعمل نينج كده اول 100,000 نقطة علشان يستدعي أنلون، واللي تقدر تعزز قوته بشكل كبير، وكمان بتتيح ليه القوة بتاعته الجديدة انه يتحكم في الناس ويعدل الذكريات. واللي بعد كده بقى بيكافئوا النظام علشان يستخدم نقاط كتيرة في اول مرة يجربه بانه بيديله نقاط اكتر، وكمان سحب مجاني على جائزة. واللي بيدعي نينج يجيله قطعة اثرية. بعد كده بقى بيبدأ السحب وبيقول له النظام ان جاله لؤلؤة قاتلة، واللي بيعرفه على مميزاتها زي ان هي بتزيد من رتبة صاحبها، وده لو استهلك دم ولحم الكائنات الحية، وكمان ملهاش حد اقصى، يعني يقدر يستعملها زي ما هو عايز. واللي بيسمع نينج كده ناس بيتكلموا عن جبل يين دانج، واللي بيفتكر انه جبل معروف عنه انه مليان وحوش مفترسة وهيبقى مكان كويس علشان يغذي اللؤلؤة القاتلة. ولكن بيقف لحظة كده علشان بيحس ان الصوت اللي سمعه بيتكلم ده مألوف، وبيبص على اللي بيتكلم وبيلاقي وانج الابن الاكبر لعيلته، واللي بيتنمر على ولد اسمه تاو. فبيفتكر نينج ان المالك الاصلي لجسمه كان بيحترم وانج وكان بيحترم رجالته، وكانوا يعتبروا قريبين منه. ولكن بعد ما بقى ضعيف وملوش لازمة بعدوا عنه، ولكن ما عدا تاو واللي فضل بيحترمه، واللي علشان كده فضل بيتعرض للإذلال من وانج هو ورجالته. واللي بيقول نينج ان صاحب الجسم الاصلي شبهه جدا في حياته السابقة، من ناحية يعني انه كان منبوذ من الناس وما كانش فيه غير شخص واحد بس جنبه. واللي بنرجع بقى تاني كده نشوف ازاي وانج بيتنمر على تاو هو ورجالته، وعمال كده بيهددوا بالكلب اللي معاهم وانه هيخليه يعض. ولكن نينج بيجي يوقفهم وبيقول له ان اللي بيعمله ده ملوش لازمه. فالمعلم وانج بيقول له انه مش مصدق نفسه. نينج اللي جاي يتكلم اقعد على جنب يالا وما تصدعناش. فالمعلم نينج بيقول ان ده انسب وقت يجرب فيه مهاراته الجديده، واللي بيستعمل كده قوته علشان يتحكم في الكلب، واللي بيأمره يعض الكلب اللي وراه لحد ما يموت. فبيضحك وانج وبيقول له ايه اللي هيخلي كلب يسمع كلامك، واللي قبل ما يكمل جملته بس بيهجم الكلب عليه، لا ده بيفضل يعضه من رقبته. واللي بيبقى الكل واقف مصدوم من المنظر ومش بيقدروا يتدخلوا. وبيتحكم نينج كده في بقية الرجالة اللي واقفين وبيقول لهم ان هم هينسوا كل اللي حصل النهارده وهيمشوا دلوقتي، وبيكافئوا النظام علشان قراراته كانت شريرة. المهم المعلم تاو بقى بيبقى واقف كده مصدوم مستغرب من كل اللي بيحصل، وبيسأل نينج لو تعافى ورجعت قوته. فبيقول له نينج ده مش وقته، هيسيبه دلوقتي وهيبقى يشوفه وقت تاني، وبيسيبه وبيمشي ومن غير ما يشرح له اي حاجة. بعد كده بقى بيروح نينج على جبل يندانج، بيقعد يرتاح الاول شوية كده قبل ما يبدأ الصيد. واللي بيلاقي فجأة كده مجموعة شباب جم يتنمروا عليه وبيقولوا انه اتطرد من القصر ومحدش هيسأل فيه، واللي بيهددوه كده يسلم ممتلكاته لو عارف مصلحته. فبيقول نينج ان هم اللي جم لحد عنده، يعني ما يلوموش الا نفسهم، وبيسألهم عن الطريقة اللي حابين يموتوا بيها. فالشباب بيستغربوا وبيقولوا له ده ايه الغرور ده كله يالا، على ايه يا معلم انت صدقت نفسك؟ واللي بيحاول اتنين منهم كده يهجموا عليه، ولكن نينج بيقضي عليهم هما الاتنين بضربة واحدة. واللي هنا بقى كده بتسأل التالتة بتاعتهم هو ازاي نينج جسمه تعافى بسرعة كده. فالمعلم نينج بيقول لها انه في السنين اللي فاتت دي قضاها في التطوير وهيخلي كل اللي ظلموه يدفعوا الثمن. هنا بقى كده بتنزل البت على ركبتها وبتقول له ان في ست هي اللي حرضتهم يعملوا كده، وبتترجاه يديها فرصة، وبتوعده ان هي ممكن تخدمه او تعمل له اي حاجة بس يسيبها تعيش. فالمعلم نينج بيقول لها انه مسامحها ولكن بشرط تاكل الحباية اللي هو هيديها لها. واللي بالفعل كده بتاخد البنت الحباية دي وبتحس ان مسارات الطاقة فجأة كده انقطعت عن جسمها. واللي بيقول لها نينج ان هي دواء بطعم اللحم وان الوحوش اللي هنا هيحبوها جدا. فالبنت بتتصدم وبتفضل تترجاه يسيبها
فيها، ولكن نينج ولا بيهتم. المعلم بيربطها كده بشجرة علشان الوحوش تاكلها. يا ابن الجاحد. واللي بتفضل البنت كده تنادي على حد يساعدها، ولكن مستحيل حد يسمعها في مكان زي ده. وكمان نقاط نينج بتزيد مرة تانية على الشر ده. واللي هنا بقى بتقول البت لنينج انه ريان مش هتسيبه بعد ما عمل فيها كده، واكيد هتنتقم منه. واللي هنا بقى كده بيجي مجموعة من الذئاب عايزين يهجموا على البنت، ولكن بيقتلهم نينج، وده بس علشان يعلي من مستواه. وكل ده وهو مستعمل البنت كطعم. وكمان بيجي اسد وبيقتله هو كمان. واللي بعد كده بقى بيطلع بلورته القاتلة علشان تمتص كل الطاقة دي. واللي بيمشي نينج كده وبيسيب البنت بعد ما قضى غرضه. واللي بيلاقي وهو ماشي كده مجموعة من خبراء المستوى السادس في عالم التحليق في السماء، رايحين كلهم كده في اتجاه معين، ولابسين لبس موحد وعليه نفس العلامة. واللي بنعرف كده ان في سوق اسمه سوق الاشباح، وده في الجزء الشرقي من المملكة. ودي بقى منطقة من المناطق اللي صعب حد يوصل لها، حتى صعبة على البلاط الملكي. واللي بيتباع فيها سلع ممنوعة، وزعيم السوق بيكون امبراطور الاشباح. وفي اشاعات عنه بتقول ان عنده ميزات اتباع التنين. واللي بعد كده بقى بينزلوا المجموعة وبيشوفوا البنت، واللي بيقول لهم زعيمهم جوهان ياخدوها معاهم، ولكن بيحذرها واحد منهم ان هي خارج منها ريحة لحمة قوية وهتجذب الوحوش لينا. فبيقول لهم جوهان احنا هنستخدمها علشان نستدرج ملك تنين الفيضات. واللي بتبقى البنت فاكرة ان هم تبع نينج، واللي بتفضل كده تقول كلام غريب عنه، وبتترجاه ان هي مش هتحاول تأذيه تاني. فهنا بقى بيأمرها جوهان ان هي تقول المعلومات اللي تعرفها عن نينج. واللي بيأمر رجالته يروحوا يدوروا لو في اي حاجة غريبة في المنطقة. واللي بيبقى نينج بقى واقف ومراقب كل الكلام ده، واللي بيقول انه بدل ما يهرب فممكن يقلب الترابيزة عليهم. واللي بيطلع كده من ورا الشجرة وبيقول لهم مفيش داعي تدوروا عليا، ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. فبيأمر جوهان واحد من رجالته يجيب نينج، واللي بالفعل بيقدر الراجل يجيبه، وده في اقل من ثانية. جابه من قفاه ورماه على الارض. واللي بيقول له جوهان يجيبه معاه هو كمان، وده علشان يبقى طعم الملك تنانين الفيضان. واللي بعد ما بيمشوا بيطلع نينج الاصلي كده من ورا الشجرة وبيضحك على غبائهم، وان هم وقعوا في الخدعة بالسهولة دي. واللي بعد كده بقى وفي مكان ما بيبقى المعلم جوهان وصل مع رجالته لكهف التنين، واللي بيخلوا البنت تبلع خرزة العاصفة الرعدية. واللي اول لما التنين يقع في الفخ وقتها بقى يستغلوا الفرصة ويفجروا البنت. يا ولاد النصحة. واللي بعد كده بقى بيسيب المجموعة البنت لوحدها قدام الكهف، واللي اول لما بيشوفها التنين بيطلع وبياكل منها، فبيفجروا البنت وهي جوه بقه. واللي هنا بقى بيفتكروا كده ان هم قضوا عليه، ولكن بيبدأ التنين يخرج دخان سام. واللي بيقول نينج ان دي فرصته، وبيخرج من المكان اللي كان مستخبي فيه. واللي بيطير كده وبيقف على التنين ومعاه بلورته، وبيقول ان التنين في المستوى الثامن، يعني هيبقى وجبة مثالية لبلورته. واللي بياخد نينج كده جثة التنين في بلورته، ولكن محدش بيبقى شافه وهو بيعمل كده غير واحد بس من الرجالة. واللي لما بيقول لجوهان بعد ما الدخان بيختفي للأسف مش بيصدقه، وبيقول له انه كان مع الفريق طول الوقت، وكمان هيخفي جثة التنين بالحجم ده ازاي اساسا. ده حتى الراجل بيفتكر هنا كده اللحظة انه بيهلوس علشان كلام جوهان منطقي، ولكن برضه الجثة اختفت من قدامهم ومفيش اي تفسير تاني. بس بيسمع فجأة كده جوهان ورجالته صوت، واللي بيلاقوا نينج بيقول لهم مفاجأة يا رجالة مش كده، وبيفجر الارض اللي هو كان واقف عليها، وبيختفي من قدامهم في لمح البصر. واللي بيقول النظام لنينج انه عمل شغل جامد، وخلى جوهان متعصب لدرجة انه عايز يقتله، واللي علشان كده بيكافئه ب100,000 نقطة. واللي هنا بقى كده بيسأل نينج لو يقدر يقتل ناس من مستويات عالية زي ما بيقتل الوحوش، ولو يقدر ياخد عليهم نقاط. فبيقول له النظام انه يقدر يعمل كده، ولكن ده هيبقى كأنه قتل فرخة بتبيض ذهب، والأحسن يخليهم عايشين ويستفاد من وجودهم. فالمعلم نينج بيقول فكرة كويسة، وانه يختفي بس كده يتدرب شوية علشان يرجع يقاتل جوهان وهو قوي ويكسب نقاط كتير من إذلاله. واللي بعد كده بقى بيروح نينج يرتاح في كهف، وبينقي الدم اللي استعمله طول اليوم علشان أخيرا يقدر يعلي مستواه. واللي هنا بقى كده بيوصل المستوى السادس، وده بعد فترة، وبيخرج من الكهف علشان يجرب مهارة الطيران لأول مرة. واللي هنا بقى كده بيطير نينج وهو فرحان، واللي بيسمع كده صوت ست بتصوت وبيزعل علشان في ناس بيعملوا شر من غيره. بس لما بيبص بيلاحظ ان الست اللي بتصوت معاهم دي تبقى شياو، وبيحاول العصابة يخطفوها. واللي بيكون في راجل مع شياو كده واضح انه هدف العصابة، واللي بيفضل يقول لهم ان الشياو ملهاش علاقة بيا، سيبوها تمشي. فبيضربوا راجل العصابة وبيقول له انه مش مهتم بالكلام ده، وان الشياو عجباه وعايزها. وبيكون الراجل كده خلاص
يتهجم على شياو، ولكن بيجي نينج كده يقاطعهم، وبيتصدم العصابة لما بيشوفوه طاير في السماء، وبيسألوه لو هو خبير في التحليق في السماء. فبتقول لهم شياو ده صاحب السمو الملكي، واللي بتستغرب انه ازاي رجع قوته. فبيحاول الراجل يعتذر عن اللي حصل، وانه ما كانش يعرف ان شياو دي شخص مهم للدرجة دي. فالمعلم بيقول له ان الاعتذار مش كفاية، واللي بيبقى الراجل مش عارف يخرج نفسه من المشكلة ديت ازاي. فبيعرض على نينج كده كل البضاعة اللي معاه كعربون احترام منه، وهيمشوا ومش هيشوفوا وشهم تاني. فالمعلم نينج بيقول له انه مش محتاج كل ده، واللي هنا بقى كده بيقضي على كل افراد العصابة. هنا بقى كده بينزل زعيمهم على ركبته وبيتوسل الرحمة، وبيقول له انه فعلا ما كانش يقصد يزعجه، واللي بيأمر نينج الراجل يقطع دراعه. فبينفذ الراجل وبيمسك سيفه وبيقطع دراعه، وهنا بيسأله لو يقدر يمشي دلوقتي، ولكن نينج بيوقفه. فالزعيم بيقول لنينج انه اكيد مش هيرجع في كلامه. فنينج بيقول له انه دايما ثابت على كلمته، ولكن هو هيقطع دراعه التاني علشان هو ما سألش هو عايز انهي دراع بالظبط. واللي بيفضل كده النظام يكافئ نينج على كل الحاجات المختلة عقليا اللي هو بيعملها، وبيوعد نينج الراجل انه لو قطع دراعه التاني ده فهيخليه يمشي بجد المرة دي. ولكن الراجل بيرفض المرة دي، وبيقول له انا اللي هقتلك، هقتلك لحد اما اموت. فالمعلم نينج بيقول له انا كنت هسيبك تمشي، واللي في النهاية بضربة واحدة بس من صباعه بيقدر يخلص على الراجل، وبيقسم سيفه الاتنين. وبيشكر الراجل اللي كان مع شياو نينج على انقاذه، وبيقول له نينج ان مفيش اي داعي للشكر، وان شياو اشتغلت خادمة في القصر زمان، واللي علشان كده اتدخل وانقذها. فبيشكر الراجل شياو، فبتقول له ان هي ما عملتش حاجة، وكل ده بفضل نينج علشان هو شخص طيب. واللي بيقول نينج في باله كده طيب ايه بس يا فنانة، ده انا بعافر علشان اكون ملك الشر. واللي هنا بقى كده بيسأل الراجل نينج لو لسه محتاج للتوصيلة مع شياو. فبيقول له نينج يطمن، وان المسافة قصيرة وهياخد هو شياو يوصلها. واللي بعد كده بقى بياخد نينج شياو وبينتقل بيها لمكان تاني، واللي بتشوف شياو بيتها كده، واللي بتقول لنينج ينزلها. ولكن بيبقى باين على شياو ان هي معجبة جدا بنينج ومبسوطة جدا علشان رجعت له قوته، وبتسلم عليه قبل ما تدخل لبيتها، وهي بتنادي على اختها علشان تعرفها ان هي رجعت. ولكن اول لما بتفتح شياو الباب بتلاقي ان ابوها شنق. يا ساتر. وهنا بقى بيسمع الجد وانج صياح شياو، واللي بيجي بسرعة يشوف السبب اللي بتعيط علشانه. فبتقول له شياو ان ابوها خلص على نفسه، وان هي مش قادرة تصدق ولا عارفة السبب. فبيقول لها واحد من المزارعين ان هي مش محتاجة تفكر في الموضوع، ومن الواضح كده ان اختها شيا ضيعت طريقها. فبتسأل شياو عن اللي حصل، وبيقول لها جدها ان من 6 شهور بس اختها اختفت فجأة، ووالدها بلغ السلطات، ولكن ما قدروش يلاقوا اي اثر ليها. ويمكن ابوها وقتها اتردد وحس انه السبب، وعلشان كده خلص على نفسه. واللي بتفضل شياو تعيط وبتقول ان اكيد هي السبب، لو كانت رجعت بدري عن كده ما كانش كل ده حصل. واللي هنا بقى كده بيسأل نينجا عن اللي قاله المكتب الحكومي، واللي بيقول له وانج ان المكتب الحكومي ما قدرش يقدم اي اجابة، وقالوا ان شيا عاملة كأنها اختفت تماما. ولكن هم وقتها حسوا ان هي ممكن تبقى اتعرضت للأذى من الارواح الشريرة. واللي بيقول له المزارع وطي صوتك، وان ما ينفعش حاكم المدينة يسمع الكلام ده. وبيقول وانج لنينج ان حاكم المدينة بيقول دايما ان كل دي اشاعات، ولكن الناس بتختفي من وقت للتاني ومن غير حتى ما يلاقوا ليهم اي جثث. واللي هنا بقى بتسألهم شياو لو يقصدوا ان اختها اتقتلت على ايد شبح. واللي هنا بقى كده بتفتكر شياو ذكرياتها كده مع شيا لما كانوا صغيرين، وان هي كانت بتوعدها دايما ان هم عمرهم ما هيتفرقوا، لحد اما جه اليوم اللي راحت شياو فيه تشتغل في القصر الملكي واضطرت تمشي. واللي وقتها شيا كانت صغيرة وكانت بتعيط، وافتكرت ان شياو مش عايزة تكون معاها تاني. بس هنا بقى كده بتنفجر طاقة شياو لما بتفوق من ذكرياتها، واللي بيبقى الكل واقف كده ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وهم شايفين شياو طالع منها طاقة كده شبه الكهرباء. وبيقول نينجا ان هي عندها كل مقومات الشخص الناجح، زي ان قصتها ابتدت بتضحية للناس اللي بتحبهم، وموجات الطاقة اللي طالعة منها مش اقل من طاقة شخص في المستوى الخامس. وكمان بيلاحظ ان هيطلع منها طاقة اعلى، واللي بيضربها نينج من ظهرها علشان بس تهدى، واللي بيغمى عليها. فبيقول وانج انه في حياته كلها ما شافش حاجة زي كده. فبيقول له نينجا انه ما شافش حاجة اصلا، واللي بيستعمل قوته علشان يخلي وانج والمزارعين ينسوا اللي حصل ويروحوا يناموا. واللي بياخد نينجا كده شياو لفندق صغير، واللي بيبقى فيه شخص من عيلة نبيلة تانية، واللي بيبان على ان ابن العيلة دي مش ناوي على خير، واللي بيبان ان ابن العيلة دي مش ناوي يجيبها البر، وعايش شياو عجباه. ولكن بيحذروا مساعده ان نينجا ده من عيلة تشانج، ودي عيلة عالية يعني ما ينفعش يضايقوهم، وبيحذروا يعمل فيها حاجة. فالمعلم بيقول له يبقوا يخلوا
بيخلوا عينيهم على الشياو بس. واللي بعد كده بقى وفي مكان تاني بتبقى الشياو لسه نايمه، واللي بتصحى اخيرا بس بسبب كابوس، واللي بتلاقي نينج قدامها وبتساله عن اللي حصل، فبيقول لها انه بس اغمى عليها وعلشان كده نقلها لهنا. واللي بيديها كده تشرب كوبايه ميه وبيقول لها ترتاح شويه الاول، بعد كده بقى ترتب لجنازه والدها. وبيطمنها نينج ان هو هيكون معاها مش هيسيبها ابدا، وان هما مش لازم يكون في بينهم القاب دلوقتي، يعني مش لازم تفضل تناديله بصاحب السمو. واللي هنا بقى كده بيديله النظام مكافأة علشان بيعتبره بيقول للشياو كل ده علشان يضحك عليها. واللي بيسأل نينج النظام لو هياخد كل حاجة هو هيقولها بطريقة خبيثة، واللي مع ذلك بيوافق نينج على اللي بيحصل من ناحية النظام، وبيقول لا طالما بيكسب نقاط يبقى وماله. واللي بيسيب شياو كده علشان عايز يروح يشوف النقاط بتاعته اخبارها ايه. واللي بيقول لها ان هي لو احتاجته تبقى تخبط على بابه في الأوضة اللي جنبها. واللي بيفتح نينج النظام واللي بيكون قاعد لوحده كده، واللي بيلاقي ان جوه النظام ده اختيار عشوائي الهدايا مقابل النقاط، فبيقرر كده يجرب 30 مرة، وفي ال 28 مرة منهم بيقول له النظام حظ اوفر المرة القادمة، ولكن في المرة اللي قبل الأخيرة بيجي له هدية حاجة كده متوسطة عبارة عن جواز سفر. واللي بيجرب نينج لآخر مرة فبيجي له خاتم معركة سماوي سري من الدرجة الأولى، واللي بيبقى نينج عايز يجربه ولكن بيلاقي انه خلص كل نقاطه ومحتاج يستنى لبعدين. بعد كده بقى بيروح المعلم نينج يدور على الشياو يجمع منها شوية نقاط، بما ان النظام بيعتبر ان كل حاجة بيقولها نينج ليها خدعة. وهو واقف على باب اوضته بيسمع ناس بيتكلموا عن خطة علشان يخطفوا الشياو. واللي هنا بقى بيفتح نينج الباب واللي بيقول له واحد منهم يرجع للي بيعمله وان مفيش اي حاجة يشوفها هنا، فاللي بيهجم نينج كده على معظمهم واللي بيجيبهم على الارض. واللي هنا بقى كده بيترجى الاخير يسيبه وبيقول له ان هما ما عندهمش اي نية يأذوه، فبيستعمل نينج قوته علشان يستجوبه وبيقول له مين اللي بعتك يالا وليه عايزين شياو انت؟ فبيقول له الراجل ان اللي بعتهم رئيس الحرس وان هما ما يعرفوش نواياهم. فبيستغرب نينج من اللي سمعه ده وبيسأل نفسه لو الموضوع ده ممكن يكون ليه علاقة بحوارات الخطف اللي الناس ربطتها بالارواح الشريرة. وبيسأل الراجل عن عدد الناس اللي قبض عليهم قبل كده، فبيقول الراجل ان هما اكتر من 100 شخص. واللي هنا بقى كده بتزيد شكوك نينج اكتر، واللي بيأمر الراجل ياخده لرئيس الحرس. واللي هنا بقى كده بتفتح شياو الباب بعد ما بتسمع كل الاصوات دي بره، واللي بتشوف نينج واقف كده قدام بابها وبيقول لها يلا لازم تيجي معايا وده علشان الوضع معقد. واللي بعد كده بقى بيروح نينج الرئيس الحرس مع الراجل، واللي بيتصدم اول لما بيشوف واحد من رجالته ومعاه شخص غريب ومش بس جاي مع شياو. وهنا بقى بيفك نينج تعويذة التحكم في الراجل ده، فبيستغرب الراجل انه اتغير مكانه فجأة ومش فاكر اللي حصل اساسا. واللي قبل ما يقول كلمة بس بيقطع رئيس الحرس دماغه وده علشان بيفكروا انه خاين. وهنا بقى بيبص رئيس الحرس لنينج وبيقول له انه ما يعرفوش ولكن هيسيبه عايش المرة دي، فبيقول له نينج انه بيبالغ في تقدير قدراته. واللي بيستعمل نينج هنا كده قوته علشان يتحكم في عقل رئيس الحرس ويخليه يكلمه عن نفسه، ولكن رئيس الحرس مش بيتخدع بالسهولة دي، ومع ذلك بيتصدم ان نينج قدر يدخل لدماغه. وهنا بقى بيفهم نينج ان قوة الرئيس مش بسيطة وغالبا كده من المستوى السادس وعلشان كده يقدر يقاوم. وهنا بقى بيقول الرئيس لنينج انه لازم يدفع تمن فضوله، فبيحاول يضرب نينج ولكن نينج بيختفي فجأة من قدامه، بيظهر من وراه بيضربه وبيوقعه وبيقول له نينج يلا اعترف عن سبب خطفكم لأعداد كبيرة من الناس. ولكن الرئيس مش بيجاوب، وبيلاحظ نينج كده ان كان في سم في بقه واللي قتله علشان ما يعترفش بحاجة، وبيسأل نفسه لو سيد المدينة هو صاحب الجريمة. وهنا بقى بيقول نينج ان في قوة اكبر من دي بكتير ورا سيد المدينة. واللي هنا بتسأله الشياو لو اخته واحدة من المخطوفين، فالمعلم نينج بيقول لها ان هم دلوقتي محتاجين يروحوا لقصر سيد المدينة علشان يلاقوا اجابات هناك. واللي بعد كده بقى وعند سيد المدينة السيد جونج بنشوف شاب اسمه تشانج، واللي بيسأله جونج عن سبب وجوده هنا، فبيحكي له تشانج ان هم سمعوا بحوار الارواح الشريرة بس دور هو وعيلته ورا الموضوع ده وما لقوش اي حاجة. فبيقول له جونج ان معروف عن مدينتهم ان هي مليانه مزارعين شياطين واللي بيتربصوا للناس في الخباثه، ومعروف ان هم بيخطفوا الناس من وقت للتاني وده علشان بيعملوا طقوس تضحيه شيطانيه وكده. فبيطمنوا جونج وبيقول له ان هم شغالين على الموضوع ده وقربوا يخلصوا منهم. فبيفرح تشانج واللي بيقول له لو احتجت اي مساعده لازم تكلمني، وبيعمل جونج نفسه فرحان بكلامه ده ولكن بيتوعد له بالقتل على ايد رجالته وده بعد كام يوم من دلوقتي. ولكن فجاه كده بينزل على جونج وتشانج من السقف في رئيس الحرس وبيدخل نينج من الباب واللي بيسأل عن سبب اختفاء الناس، فبيتعصب جونج علشان قتل اكتر رجالته كفاءة وكمان اقتحم قصره بالشكل ده. فالمعلم تشانج بيقول له ان الموضوع كله بس لزرع الفتنة ومفيش حاجة بجد، واللي بيهجم على نينج كده
علشان يدافع عن جونج، ولكن بيقدر جونج يتفادى ضرباته، واللي بيروح كده ناحيته وبيضربه، فبيتعصب جونج وبيروح يضربه هو كمان، ولكن بيقدر نينج بضربة واحدة بس بيخليه هو والأرض واحد. فبيحاول نينج يستجوب جونج تاني، ولكن جونج بيتعصب وبيتحول كده لشكل وحشي، واللي بيطلع انه كان شيطان طول الوقت ده حتى تشانج بيتصدم، ولكن بيبقى عارف عن الشياطين اللي بيقدروا يتحولوا لبشر، وان هم دايما بيحتاجوا اللحم ودم البشر، وده علشان يقدروا يكملوا في تحولهم. واللي هنا بقى بيقول جونج لنينج انه خلاه يكشف عن نفسه، وبيسأله ايه مبسوط دلوقتي، فبيغير تشانج صفه، واللي بيقف كده مع نينج وبيعتذر له علشان هجم عليه قبل كده، وبيقول له دلوقتي لازم نحارب مع بعض. واللي هنا بقى وفي الوقت ده بيظهر دراع كده سيد المدينة اليمين اوريتشي، واللي بيقول لهم ان هم مش هيقدروا يطلعوا من تحت ايديه النهارده، واللي بيبان على جونج انه بيحترم اوريتشي وانه فعلا هو اللي ماسك كل حاجه، وجونج ده بس كده واجهه خارجيه. واللي هنا بقى كده بيامر اوريتشي رجالته يهاجموا تشانج، وهياخد هو نينج ليه، واللي بيروح اوريتشي كده يهجم على نينج، ولكن بيتخطى نينج هجمته وبيهجم هو. واللي هنا بقى بيسال تشانج جونج عن السبب اللي خلاه يخون الانسانيه، ليه بيعمل كده، فبيقول له انه ما كانش عايز ده، ولكن اتصفى سنينه الاولى من الحكم واضطر انه يلاقي طريقه يكمل بيها، وقدر يوصل للعالم الروحي وكمان يطول من عمره. فبيقول له تشانج ان بسبب رغباته الانانيه دي ناس كتيره ماتت، واللي علشان كده هو لازم يموت النهارده، واللي بيضربه كده ضربه سحريه في جبهته بتوقعه كده وبيفضل ينزف، ولكن جونج بيقدر يقوم عادي، واللي بيهجم على تشانج وبيلاحظ نينج الكلام ده فبيلحقه بسرعه، واللي بيبقى نينج منبهر بقوه تشانج، وده علشان لو كان شخص تاني كان زمانه مات. واللي بيفضل نينج طاير كده وهو ماسك تشانج وبيخليه يضرب جونج، واللي بيستعمل تشانج كده قوته علشان ينزل سيف ضخم من السما، واللي خلاص كان هينزله على جونج، ولكن نينج بيوقفه. وده لما بيلاحظ ان شياو لسه واقفه بتراقب اللي بيحصل، يعني ممكن تتأذي من القتال ده، وبيلاحظ جونج السبب كده اللي موقف نينج على انه يخلص عليه، فبيمسك شياو، واللي كان المفروض ان هي تهرب بدل ما هي قاعده تتفرج كده، واللي بتقول له شياو ما تهتمش بوجودي، خلص انت على جونج. ولكن المعلم نينج بيفضل يقول سيبها يا جونج وانا هسيبك تمشي. فاللي هنا بقى بياخد جونج باله كده ان شياو تبقى اخت شيع، واللي بيقول لها انه شاف اختها قبل كده، فمش بتصدق شياو كلامه، وبتقول له انت عارف عنها ايه، فبيقول لها ان الوحش خطفها وفضل يلعب بيها شويه، ولما زهق منها اكلها، ولكن شياو مش بتصدقه. واللي هنا بقى كده بيفضل جونج يضحك وبيقول لها ان اختها كانت قاعده تنادي اسمها اخر حاجه قبل ما تموت، ولكن يا خساره ما شافتش الجمال ده بنفسها. فبتتعصب شياو من الكلام اللي قاعده بتسمعه ده وبتنفجر طاقتها، واللي بتقدر كده تفك نفسها من قبضه جونج. واللي هنا بقى بيهرب تشانج ونينج من قوه الانفجار دي، واللي بيخفي جونج في اقل من ثواني، واللي بيبقى تشانج بقى واقف كده مصدوم وهو شايف اللي بيحصل، وبيسال نينج هي ازاي قدرت تطلع كل القوه دي، ده كانت من دقايق بس من غير اي قوه روحيه ولا قوه خارقه ولا نيله. فبيستفسر من نينج لو شياو مش بشر، واللي بتبقى شياو في الوقت ده مغمى عليها كده جوه حفره اتعملت في الارض، وده نتيجه الانفجار اللي حصل. فالمعلم نينج بيروح لها بسرعه كده علشان يشيلها علشان يطمن عليها، واللي اول لما بيمسكها بيحس كانه اتعرض كده لصدمه كهربيه، فبيضحك نينج وهو بيقول ان شكل شياو دي وراها اسرار كتيره، حاجات كتير لسه ما يعرفوش عنها حاجه. واللي بياخد نينج شياو كده وبيمشي، ولكن تشانج بيوقفه، واللي بيفضل يساله لو هو مسامحه علشان هاجمه قبل كده، وبيقول له انه كان مضحوك عليه، فبيرد عليه نينج بانه مش مهتم باللي حصل اساسا، وبيتضير كده علشان يمشي. فبيوقفوا تشانج تاني وبيعرفوا عن نفسه وكمان عن مدينته، وبيساله لو ينفع يعرف اسم الكريم. فبيفتكر نينج ان عيله تشانج من العائلات الخالده الساقطه، واللي واحد من اسلافهم كان كائن سماوي، واللي تعتبر العيله دي متصنفه من اقوى 10 عائلات من سلاله وي، وشغلهم الاساسي بس تنميه طاقه تشي الصالحه، يعني بيهتموا يقضوا على الشر وان هم يجيبوا العداله، وكلهم سمعتهم كويسه في المجتمع. واللي هنا بقى بيضحك نينج كده وهو بيقول انه بيطمح يبقى ملك الشر، ولكن انكا الشخص مش مهتم بالعداله. واللي هنا بقى كده بيسالوا تشانج عن اسمه، فبيفكر نينج شويه كده، واللي بعدها بيقول له انه شياو يان. واللي هنا بقى كده بياخد نينج شياو الفندق مره تانية، واللي بتصحى وهي مش فاكره
فاكره اي حاجه غير ان اخر حاجه حصلت ان نينج قال لها انه هيروح الاوضه اللي جنبها، وبتستغرب انه قاعد جنبها. فبيسالها نينج ايه نسيتي اللي حصل؟ واللي بتبقى شياو مش عارفه هي المفروض تفتكر ايه اساس. فبيقرر نينج كده ما يفكرهاش علشان الموضوع ممكن يبقى مؤلم ليها. واللي بعد كده بقى شياو بتقول ان هي لازم تحضر لجنازه ابوها، فبياخدها نينج عند قبره. واللي بتفضل شياو تعيط، واللي بتوعد ابوها ان هي هتلاقي اختها، وده علشان هي مش فاكره المحادثه اللي حصلت ما بينها وما بين جونج. واللي بتطلب شياو من نينج ان هي تبقى خادمته بقية عمرها ويفضلوا قريبين من بعض، وده بعد ما بقت وحيده. فالمعلم نينج بيوافق، واللي بيديله النظام هنا كده مليون نقطه علشان ضحك على شياو وخلاها تتطوع بنفسها علشان تبقى خادمته. فالمعلم نينج بيفرح. المعلم حاسس كده ان شياو دي عباره عن آلة لتجميع النقاط. واللي بعد كده بقى بيروح الاتنين يتمشوا في السوق، واللي بيسمعوا كلام الناس عن اختفاء جونج، واللي بيقولوا ان اكيد المدينه دي ملعونه. فبتسمع شياو الكلام ده وبتقول لنينج ان المدينه دي مريبه لازم نمشي منها بسرعه. واللي هنا بقى كده بيحذر النظام نينج في الوقت ده انه واضح ان لسه عنده شيطان داخلي حاجه كده من زمان، وده ممكن ياثر عليه بنتيجه عكسيه على المدى الطويل، ولازم يلبي رغبات الشيطان الداخلي. فبيسال نينج شياو لو سمعت قبل كده عن موتشونج، فبتقول له شياو ايوه، وان هي سمعت عنه، وان اشهر حاجه موجوده فيه هو نصب تيانجو التذكاري، حاجه كده اسطوريه. واللي بتقول عنه انه في العصور القديمه راجل عظيم ساب كنز، واللي ممكن يخلي الشخص مكسور القلب يسيب روحه وراه، وان هم حاليا بيعملوا تصفيات ما بين اقوى 100 شخص تحت سن ال20، وده علشان يتقاتلوا على الكنز ده. واللي هنا بقى بتساله لو بيفكر يروح لهناك، فبيقول نينج ان لو الذاكره ما خانتهوش فالمركز الاول في تيانجو اللي اخده كان اخوه الصغير ووكي. وبيقول نينج انه لازم يتحدى ووكي علشان يثبت للعالم كله ان نينج القديم رجع. واللي بعد كده بقى بيروح الاتنين مدينه موتشونج، وبتفرح شياو بالجو اللي كله حيويه والناس اجتماعيه جدا، واللي بيتعرفوا كده على بعض وبيشوفوا مجموعه من الناس متجمعين حوالين بنت، واللي بيسالوا عن هويتها، واللي بتطلع ان هي الملكه رويان واللي كانت خطيبه نينج. فبيفرح الناس بوجودها جدا، مع ان هم ما كانوش متوقعين ان هي تبقى موجوده في المسابقه السنه دي. وبتقول ليو لنفسها ان هي محتاجه تبقى في المراكز الثلاثه الاولى، لازم تعمل كده مهما حصل، وده علشان تخلي نينج يندم على فسخ الخطوبه ويعرف غلطته هو وعيلته. واللي هنا بقى بيجي شخص كده يبلغ رويان ان هي تقدر تبدا، فبيشجعها الناس، واللي بتتقدم رويان علشان تسجل اسمها في القائمه ويشوفوا هيبقى مركزها فين. واللي بيفضل كده اسمه رويان يعلى ويعلى، واللي بيوصل كده لاعلى 10 في القائمه بسبب قوتها. وبيقول الراجل العجوز ان ابو رويان كان بيواجه مشاكل في تدريبه، واكيد في كائن سماوي مسؤول بيساعدهم، وده علشان عيله ليو تقدر تحافظ على مكانتها ما بين العائلات الخالده. واللي هنا بقى كده بيبارك الراجل لرويان وبيقول لها ان هي وصلت للمركز الثالث، واللي بتوع رويان فجأة كده بسبب ان هي حطت طاقة كتيرة جدا على القائمة، وده علشان تحطها في مركز عالي كده، واللي بتبقى زعلانة جدا علشان كان نفسها تبقى في مركز اعلى من كده. واللي هنا بقى بيطمنها العجوز ان اكيد ابوها هيتفهم، وكمان الثالث مركز مش سيء. واللي بيفضل الكل كده يشجعها وبيقولوا لها ان المركز الثالث جميل وان هي تحفة. فبتتجمد رويان فجأة كده لما بتسمع صوت نينج، واللي بيتريق عليها وبيقول لها لازم تشتغلي على نفسك اكتر. فبيتصدم الناس لما بيسمعوا كلامه ده وبيقولوا ده مين ده اللي بيتجرأ يتريق على رويان؟ ده اكيد شخص زهق من الحياة وبيدور على طريقة سهلة يموت بيها. فبترد رويان بتقول له ده انت مالكش لازمة يالا، انت صدقت نفسك ولا ايه؟ فاكر انك مؤهل تتكلم معايا اساسا؟ واللي هنا بقى كده بتشاور له على التمثال اللي وراها ده وبتقول له ده تمثال اخوك الصغير، يعني انت اخوك الصغير ليه لازمة عنك وليك عين تتكلم؟ فبيضحك الناس هنا وبيقولوا ياه ده احنا افتكرناك شخص مهم، ايه يالا الثقة دي كلها؟ ده انت شخص مالكش 30 لازمة. واللي هنا بقى بيسأل نينج رويان لو تحب تتراهن معاه، فبتسأله رويان تتراهن على ايه؟ فبيراهنها نينج انه هيبقى في المركز الاول، وده في تصنيف المواهب الواعدة. فبتقول له وماله يا عمنا، هو الكلام بفلوس؟ فبيقول لها طب وخايفة من ايه؟ مش انا ماليش لازمة ولا انت عاملة شجاعة بس قدام الناس؟ واللي بيبقى الراجل العجوز مراقب كل ده وبيستغرب كلام نينج، وده علشان عارف ان مستواه مش قد كده. فبتوافق رويان على الكلام ده وبتقول له ان هو لو خسر لازم ينحني قدامها ويعتذر قدام الكل. فهنا بقى بيتصدم الكل من كبر الرهان ده علشان عارفين مكانة نينج العالية بالرغم من ضعفه. وهنا بيسأل نينج كده عن اللي هياخده لو هو اللي كسب، فبتقول له رويان تقدر تطلب اللي انت عايزه. فبيوافق نينج على الاتفاق ده، واللي بعد كده بقى بيروح نينج علشان يحط ايديه على القائمة علشان يسجل اسمه، واللي بيدخل كده لجوه عالم تاني وبيسأل نفسه لو ده العالم اللي موجود جوه كأس الفخر السماوي. واللي بيفضل كده يجي لنينج مقاتلين مختلفين
متخلفين واللي بيقدر يخلص عليهم بسهولة واحد ورا التاني، واللي بيفضل اسمه كده يعلى في القائمة بسرعة لدرجة ان الناس بتتخض، ده حتى بيوصل لأحسن 30 والمعلم بيبقى لسه ما خلص، مع ان هما بيكونوا فاكرين انه خلص قوته من زمان. ده حتى رويان بتبقى واقفة مش مصدقة. واللي بعد كده بقى بيجي الدور على رويان علشان تقاتل نينج، وده جوه عالم كأس الفخر السماوي، بس المعلم هنا بيقدر يخلص عليها بسرعة وبيعدي المركز الثالث، فبتتصدم رويان ان هي اتهزمت بالسهولة دي. واللي بعد كده بقى بيجي الدور على نسخة تشانج علشان يحارب، فالمعلم بيستعمل قوته واللي بيرمي سيوف على نينج، وبيقول نينج ان تشانج ده قوي جدا ولكن عيبه هي سرعته، واللي بيقدر كده يتصدى لضرباته وبيقدر يردها. واللي بكده بقى بيوصل نينج للمركز الثاني، واللي مش بيبقى فاضل غير انه يقاتل اخوه ووكي. واللي هنا بقى بيبدأ الناس كده يصدقوا في قوة نينج، واللي بيبقوا متحمسين يعرفوا مين اللي هيكسب بينه هو واخوه، واللي بيبقوا شايفين ان فرصته كويسة ولكن حاسين برضه ان ناقصه حاجة واللي ممكن تبقى السبب في خسارته. وبيشوف الراجل العجوز اللي بيحصل ده، واللي بيقول ان عيلة نينجو كلها مباركة علشان يبقى الابنين بالقوة دي. والمعلمة رويان بتبقى لسه قاعدة مصدومة كده ومش فاهمة هو نينج بقى بالقوة دي امتى، واللي بتندم نينج ان هي هجمته وبتقول ان هي المفروض كانت تقف جنبه بدل ما تبقى عدوته. واللي في نفس الوقت بتبقى اشياء واقفة كده بتتابع اللي بيحصل وقاعدة تدعي ان نينج يكسب. واللي بعد كده بقى بنشوف بداية القتال ما بين نينج ويوكي، واللي بيقول له نينج اخيرا يا راجل، ده انا كنت مستني اللحظة دي بقالي كتير. واللي بيبدأ ووكي الهجوم الاول كده، فبيتحرك نينج علشان يهاجم هو كمان. واللي هنا بقى كده بتتقابل قبضتهم مع بعض، فبيحس نينج بقوة هائلة، واللي بيقول له اكيد ان هي بسبب القامية اللي اخدوها منه زمان ودلوقتي بيستخدمها ضده. فاللي بيفضل نينج كده يلطش في ووكي يمين وشمال وبيسأله هو ده كل اللي عندك، فبيقول له انه لسه ما بدأش. واللي هنا بقى كده بيستعمل ووكي قوة عين العظماء واللي معروف بيها واللي بتخليه يكسب دايما، بس المعلم نينج كان مستنيه يعملها. وبيفضل الاتنين كده يقاتلوا بعض، وبيلاحظ نينج ان اشارة السرعة بتاعت ووكي هي نفسها ما اتغيرتش، ومع ذلك بيقدر يتنبأ بحركاته واتجاهاته، وبيشك ان الموضوع ده بسبب عينه التالتة وانه بقى عنده قدرة يبطئ الحاجات. فبيستعمل نينج قوة التحكم في الدماغ علشان يتحكم في ووكي، ولكن ووكي بيفضل يحاول يقاوم. وبيقول نينج ان قوة عين العظماء قوية جدا، فمحتاج يتعب شوية لانه مش هيقدر يقضي عليه بضربة واحدة زي اللي قبله. واللي مع ذلك مش بيرضى نينج يستسلم، وبيقول انه رافض يصدق انه مش هيقدر يخلص عليه. واللي بيعمل حاجة كتير من نفسه كده بيحوط بيها ووكي من كل اتجاه وبعدين بيفجره. واللي بيفضل ووكي هنا كده يحاول يشفي نفسه ولكن ما بيقدرش. في النهاية بينجح نينج انه يخلص عليه. واللي هنا بقى كده بيجي اشعار من النظام ان نينج قدر يتخلص من شيطانه الداخلي، واللي بنشوف كده دخان اسود بيخرج من قلبه. المعلم هنا بقى بيكتسب كده 300,000 نقطة، فهنا بقى بيفرح نينج انه ادى مهمته بنجاح. واللي بيشوف الناس بره عالم الفخر السماوي ان اسم نينج بقى في المركز الاول، واللي بالفعل قدر يكسب ووكي. وبيتصدم الناس ومش بيصدقوا اللي عينهم شايفينه، وان ووكي مش منيع ولا حاجة وممكن شخص يقدر يخلص عليه عادي. واللي بكده هنا بقى بتبقى انتهت كده اسطورة ووكي، واللي كانوا فاكرينه لا يقهر وبيعتبروا ان دي لحظة تاريخية. وكمان نينج بالشكل ده بقى رقم واحد كده ما بين العوالم الست، واللي بتعجب البنات بيه كمان، واللي بيقولوا له ان هم بيحلموا يتجوزوه. هنا بقى بتفرح شياو لما بتشوف اللي حصل، وده طبعا على عكس رويان، واللي بتبقى قلقانة جدا من اللي هيعمله نينج لما يخرج، وبتفكر تهرب قبل ما يخرج، ولكن للاسف ما بتلحقش. بتلاقي نينج وراها واللي بيقول لها رايحة فين يا حلوة بسرعة كده، فبيفتكر الناس موضوع الرهان واللي كانوا نسيوه من كتر الحماس. واللي بيقولوا ان رويان كده محكوم عليها بالهلاك ولازم تحقق وعدها، وبيقولوا انها اكيد مش هتهرب يعني، ولكن واحد منهم بيقول ان هي شكلها كده كانت ناوية تهرب بجد. وهنا بقى كده بترد رويان وبتقول لهم مش انا اللي اهرب، وبيقول لها المعلم نينج طالما ما كنتيش ناوية تهربي يبقى لازم تقبلي العقاب. فبيحاول الراجل العجوز يعتذر وبيقول له ان رويان ما كانتش تقصد اللي قالته، واللي بيحاول كده يتواصل معاه الحل علشان يسيبها تمشي. واللي بيقول نينج انه عارف حدوده ومش هيعمل حاجة تأذي رويان طبعا، ولكن بيطلب منها تقرأ ورقة كاتبها بس بصوت عالي، واللي وقتها بس
هيسيبها. فبيبص الراجل في الورقة اللي مع رويان دي واللي بتتعصب جدا، وبيوقفها الراجل علشان يحل الموضوع بهدوء. فبيعمل الراجل غطاء عازل للصوت حواليهم كده، وبيسأل نينج لو موافق عليه. فبيقول له نينج ما عنديش مشكلة، واللي بيطلب من رويان تقف قدامه كده وهي بتقرأ الاعتذار اللي مكتوب في الورقة، واللي بتبقى رويان لسه كده متوترة، ولكن على الأقل في عازل صوت بيطمنها شوية علشان يعني سمعتها ما تبقاش في الأرض لو حد سمعها. واللي بتقول رويان الاعتذار اللي بيبقى مهين ليها، وبعد كده بتسأل لو ينفع تمشي. فالمعلم نينج بيقول لها يلا امشي، وهو بيضحك علشان وقعت في فخه. واللي هنا بقى بيفضل الناس كده يتكلموا عن اللي كان في الورقة وعندهم فضول يعرفوا، وبيقول لهم نينج ان هم مش محتاجين يفضلوا حاسين بالفضول كتير، ممكن يوريهم عادي. واللي بيطلع نينج باللورة من جيبه كده، واللي بيطلع متسجل فيها الاعتذار، وبيسمعوا لكل الناس. فبتتصدم رويان وبتقول للراجل ان هي هترجع تقتله. فبيحاول الراجل يهديها وبيقول لها ان هم ما ينفعش يقتلوا نينج علشان هو وريث العرش. فبتسأله رويان لو ما ينفعش يعملوا اي حاجة. فالمعلم بيقول لها هننتقم لما نلاقي فرصة. واللي هنا بقى كده بيقرر نينج يحتفظ بالبلورة دي علشان يبقى يذل بيها رويان بعد كده. واللي بيسأل نينج نفسه عن رد فعل امه لما يوصل لها الخبر باللي حصل، واللي بالفعل كده الخبر بيوصل لامه، واللي بتسأله لو العظمة اللي اخدوها كبرت تاني. وبيقول الاب ده ابننا وما كانش المفروض يمشي من البيت. فالام بتقول لها عندك حق، وانه لولا مساعدتهم ما كانش قدر يوصل للنجاح ده. وبيقول لها الاب يلا ابعتي له رسالة يرجع تاني، لازم ينسى اللي حصل في الماضي. واللي بعد كده بقى وفي مكان ما بتبقى شياو قاعدة تخدم نينج، واللي بيزقها نينج وبيقول لها ايه مشاعرك اتجاهي. واللي بتفضل شياو تقول له انه كويس معاها ولطيف جدا ومش هتقدر ترد له الجميل. واللي بينزل فجأة هنا بقى كده من السماء حراس سريين من العالم السفلي، واللي جايين من قصر ياما، واللي يعتبر ده اكبر منظمة للقتلة في العالم كله، وبيجمعوا معلومات للمخابرات. ورئيس القصر جد نينج من ناحية امه. فبيحاول نينج يسرب شياو كده علشان شكلهم هيهجموا كده هجوم قوي، وبيقول لها تروح تحضر العشاء وما تحاولش تتدخل ايا كان اللي هيحصل. واللي بعد كده بقى بتيجي تشن ام نينج، واللي بتقول له وحشتني قوي يا ابني. فالمعلم بيقول لها ياه هو انا لسه ليا ده انا كنت نسيت. فبتقول له تشن انا طول عمري امك وهفضل امك. واللي بتخلي الخادم كده يقدم له اكله ومشروبه المفضل، بس ده لما كان صغير، وده علشان يعني توري له حبها ليه. واللي بتقول له تشن يلا كل لازم ترجع معايا للبيت. فالمعلم نينج بيقول لها ان هي قالت انه كان بيحب الاكل ده لما كان صغير، ولكن هي دلوقتي ما عندهاش اي فكرة عن اللي بيحبه، انا كبرت خلاص. فبتسأله تشن كده عن اللي بيحبه، وهي هتنفذ اي حاجة هو عايزها. واللي بيقول لها نينج انه مش عايز من وشها حاجة، عايزها بس تمشي من هنا. واللي بتقول له تشن انت ازاي تتكلم مع امك كده، انت عاق ولا ايه؟ وان هي عارفة انه تعرض للظلم ولكن هي جت مخصوص تشوفه. فالمعلم نينج بيقول لها متشكرين، انا سبت العيلة خلاص وحياتي دلوقتي احسن وعارف مصلحتي كويس. فبتقول له تشين ان هي لما كرشته من القصر ما توقعتش انه يفضل مثابر كده، وكانت فاكراه انه عقاب ليه. واللي بتجري كده علشان تضرب شياو علشان بتفكرها ان هي السبب، وان هي السبب في انه فسخ خطوبته مع رويان. ولكن نينج بيوقفها وبيقول لها ان هي مش مسموح لها تفرغ غضبها في خادمته. واللي بتقول تشين انا هسيب شياو المره دي بس علشان نينج. بعد كده بقى بيروح نينج يهدي شياو وبيقول لها ان هي مش محتاجه تنحني لاي حد من عيلته ولا تقبل الذل من النهارده ورايح، ولو حصل وحد ضايقها بس تقدر بكل بساطه تضربه، وكمان ان هي الشخص المفضل حاليا. فبتفرح شياو بكلامه ده عن ان هي شخصه المفضل وكمان دافع عنها. فبيخطط نينج بقى يروح كده بعدين للسوق علشان يشوف حاجات يشتريها، وده علشان تساعد يعني على انه يتطور. واللي بيقول لشياو ان طالما امه جات لهنا يبقى المكان ما بقاش امان، وبيقول لها ان هي محتاجه تلم حاجتها بسرعه. واللي بيقول له النظام ان في مكان كويس جدا في جبل نانلينج يقدر يطور فيه من نفسه. واللي بيبان كده على نينج انه داخل على مغامره جديده قريب. الاحداث كده بتزداد حماس، يا ترى المعلم ناوي على ايه؟ يا ترى ايه اللي مستنيه بعد كده؟ ولكن علشان تعرف ايه اللي هيحصل بالظبط ويوصلك اشعار بالاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناه، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.